اهلا يا برج الدجاتي. النهارده الاول كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل قرايه مختلفه كده شويه. القرايه دي احنا عايزين نشوف ايه المشاعر اللي بنتعرض لها في الوقت الحالي، وايه الذكر اللي هيطهر المشاعر دي. تمام، اكيد المشاعر مش احسن حاجه. وهنقسم القرايه دي لعشريات، عشريه اولى وتانية وتالتة، عشان يبقى في اكبر عدد من الناس واكبر عدد من الطاقات. تمام، يلا يا برج الجدي نشوف العشريه الاولى. ايه مشاعر اللي بتعاني؟ بص يا برج الجدي، ثواني. الذكر الجدي محتاج عشرية أولى. بص يا برج الجدي، هو انت ممكن تكون عديت بدروس قاسية قوي الفترة اللي فاتت دي. حاجة كان لازم تعدي بيها، ما كانتش حلوة. حسيت ممكن تعديت بخيانات، عديت بدروس قاسية، حاجات ناس اكتشفتها على حقيقتها، سواء في الشغل سواء في صداقات سواء في أهل. ممكن تكون مع شريك الحياة برضو. بس المهم ان هي كانت دروس قاسية عليك، وكنت انت محتاج تعدي بيها دي عشان يحصل تطهير للطفل الداخلي عندك، او ان هو تتحرر من القيود بتاعة الطفل الداخلي اللي جواك. ممكن تكون للناس اللي هما في حاجتين، في طاقتين، في طاقة. ناس حاسة بالألم والحزن والندم، وان هو قاعد عمال يعيط على اللبن المسكوب، قاعد عمال يبص وراه وبيعيط على اللي راح واللي ضاع منه. وفي طاقة تانية ممكن يكون عندهم شريك حياة بيقول اون اوف، رايح جاي رايح جاي، او انت مشاعرك تجاهه رايحة جاية متضاربة. فايا كان، حتى لو خلينا نوسع الطاقة كده شوية، لو المشاعر المتضاربة دي كانت تجاه شخص او تجاه نفسك او تجاه المحيطين حواليك. فممكن تكون لو تجاه شخص، ممكن لو تجاه معلش لخبطت. لو تجاه اللي حواليك، فانت محتاج ان انت تدعي ربنا، وان انت تهدى كده تستغفر ربنا وتقول استغفار كتير على المخاوف وعلى الحزن وعلى الهم اللي جواك. يبقى احنا هنعمل استغفار، ده اول حاجة هنعملها الاستغفار. كذا كذا مرة بنية، لازم نحط النية ان احنا ظلمنا نفسنا، سواء احنا بعلم مننا او لأ، ونية ان احنا التحرر من المخاوف، ونبتدي نستغفر ربنا بالطريقة اللي انتوا عايزينها. انا عن نفسي بحب اعملها بعد كل صلاة 100 مرة. تمام، عشان التطهير يبقى عميق وقوي. تمام. دي حاجة. تاني حاجة، للناس اللي عندهم حبيب اون اند اوف، او مشاعرهم تجاهه رايحة جاية، فممكن الحبيب ده بيكون بيعمل لك جلبة او حاجة يا برج الجد. فالورد اللي انت محتاج، او الذكر اللي انت محتاج تردده، هو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، للحماية من كل ما هو مضر. تمام، وده تردده برضو بعد كل صلاة 100 مرة. ليه الطاقة التانية اللي هم حاسين بندم وحاسين بزعل، هيقولوا نفس الورد او الذكر مع الدعاء. لان انا اللي نزلك ان انت محتاج تدعي اكتر يا برج الجدي. ان انت ربنا يحررك من الفترة دي. فانا اللي نزل لي اذا سألك عبادي عني فاني قريب، فهو ربنا بيقولك ان هو قريب منك قوي. فادعيه وهو هيستجيب لك. اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا إلي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام، فهو ربنا، دي رسالة من ربنا بيقولك ان انا جنبك يا برج الجد. انت محتاج بس تدعوني، ادعي ادعي كتير. كويس ان احنا في رمضان، في طاقات روحانية قوية. خلاص، ده بالنسبة للعشرية الأولى. تعالوا نشوف يلا العشرية التانية. العشرية التانية يا برج الجدي، مش عارفة منها ايه السكر. بص يا برج الجدي، واضح ان انت ممكن يكون جايلك سفر في العمل، او حاسس ان انت مقيد، او حاسس بهموم، حاسس بكرب، حاسس ان انت الدنيا فاتحالك دراعاتها، وفي حاجات كتير حلوة قدامك وعندك. ممكن يكون جايلك سفر في الشغل، او حاجة انت عايز توصلها، انت واصل لكل اللي انت عايزه. بس حاسس ان في حاجة مقيداك، حاجة
مزعلاك، حاجة عاملة لك هموم، ممكن تكون حاسس ان الوفرة مقفولة عليك من عند ربنا، مقفولة، العطاء من عند ربنا مقفول. فاللي انت محتاج تردده، الذكر اللي بتحتاج تردده الفترة دي عشان اجتذاب الوفرة والخير وتحسين الحال وزوال الهموم والكرب، انك تقول ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هو ده الذكر اللي انت محتاج تردده كتير يا برج جدي في الوقت الحالي. ده بالنسبة للعشرية التانية. تمام، بنقوله نحط النية ان احنا هنتحرر من المشاعر دي، ونبتدي نقوله واحنا حاسين ومش مجرد ترديد وخلاص يا جماعة. تمام، ده بالنسبة للعشرية التانية. وما تنسوش ان هو 100 مرة بعد كل صلاة، او تقعدوا بقى بالليل تقعدوا تقولوا كده كتير. العشرية التالتة، الذكر هو يطهر المشاعر. واضح انك عندك حمول كتير قوي. العشية التانية عندك حمول، هي ابتدت تنزل حتة حتة، بس انت عندك حمول ومسؤوليات وتعب ظهرك وهلكاك قوي يا برج الجدي. فعشان الحال يتحسن ممكن تكون في حالة انفصال او ماشي من حتة بتنقل من حتة لحتة، ممكن بيت من بيت لبيت، من شغل لشغل، بس انت حاسس بالقهرة، حاسس بالزعل، حاسس ان في حمول كتيرة فوق ظهرك، انت بتحاول تسيبها بس يعني لسه في تقل عليك. فانت محتاج يا برج الجدي ان انت تستغفر ربنا برضو، هو بس الاستغفار، بس تحط نية الاستغفار وتعترف. اهم حاجة في الاستغفار يا جماعة ان احنا نعترف ان احنا ظلمنا نفسنا، دي اهم حاجة عشان تطهر القلب كمان، وان هو يبقى منفتح ان هو يستقبل عطايا وخير من عند ربنا. فانت محتاج سواء بوعي او بدون وعي انك تحط نية الاستغفار وتحط نية ان انا ظلمت نفسي وتعترف بده. تمام، وتبتدي وتحط نية انك هتخلص من المخاوف وهتخلص من الحمول دي، وتقول الاستغفار، تستغفر بالطريقة اللي انت بتحبها واللي انت متعود عليها. في طريقة انا دايما بحبها اللي اقولها، اللي هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تمام، عشان ده كمان يعزز الامان ويعزز التركيز والثبات على الهدف. تمام، فده اللي انت محتاج تردده الاستغفار. والاكتر في الاستغفار احسن انك تحسه بقلبك اكتر من انت تقعد تردده بس يا برج الجدي. تمام، قولوا لي رايكم في التعليقات في القرايه دي، ولو حابين نعملها كل اسبوع عشان تعرفوا ايه الذكرى وايه الورد اللي انتم محتاجين ترددوه وتقولوه. ومستنيكم، يلا باي باي.